أب مريض نفسي استغل ضعف بنته وحبسها في بدروم تحت البيت 20 سنة عشان يمتلكها ويخرج فيها كل عقده، واغتصبها وخلف منها 3 أطفال. يا ترى مصيرهم هيكون نفس مصير أمهم وهيعيشوا طول حياتهم تحت الأرض؟ بتبدأ روايتنا مع بنت مريضة رب وأمها سارة قلقانة عليها وبتطلب من والدها يسوق بأقصى سرعة علشان يلحقوا يودوها المستشفى، والبنت بتدخل العمليات وحالتها خطيرة جدا. وبنرجع 20 سنة لورا وسارة قاعدة تتعشى مع والدها ووالدتها وأختها إيمي اللي جاية تزورهم، وسارة اتخانقت معاهم علشان والدها رفض يخليها تروح الحفلة اللي كانت متفقة مع والدتها بقالها أسبوعين إنها تروحها. وطبعا والدتها ملهاش رأي في وجود والدها عكس سارة اللي عاوزة تخرج وتشوف العالم، واتضايقت ودخلت على أوضتها. بالليل قررت إنها تروح الحفلة من وراهم، وحبيبها كان مستنيها في الجنينة علشان يروحوا سوا. وبعد لحظات طلعت لها والدتها علشان تصالحها، فضلت تخبط على باب الأوضة بس سارة مش بترد. جه والدها فتح الباب بس للأسف سارة مش موجودة في أوضتها، وده خلى اتعصب وقرر إنه يستناها عند باب الجنينة لحد ما رجعت الصبح. وحبيبها وصلها بعد ما فضلت مع أصحابها طول الليل، وأول ما جت فضل يتخانق معاها ويزعق لها، وده خلاها تخرج عن شعورها وتقول له إنها خلاص قربت تكمل ال 18 سنة وبعدها تسيب له البيت وتمشي. لكن أمها دخلت علشان ما يعملش فيها حاجة ودخلتها أوضتها، وفضلت سارة بقى تحكي لهم عن أحلامها وإزاي هتلف العالم كله بس بعد ما تخرج عن سيطرة والدها. لكن للأسف كان سامع كل كلامها، وعلشان كده فكر إزاي يمنعها من اللي عايزة تعمله ويبعدها عن الشخص اللي بتحبه، وده خلاه نزل لقبو تحت البيت، وكان في أوضة سرية ورا المكتبة فتحها وفضل يرتب فيها. بس يا ترى ناوي على إيه؟ فضل ينزل المكان ده لمدة 3 شهور ومحدش فاهم بيعمل ايه، لحد ما جه يوم تخرج سارة من المدرسة الثانوية اللي بعده بأيام قليلة كملت 18 سنة وقاعدة في البيت بتكلم حبيبها، ووالدتها كانت خارجة، ودي بقى كانت أنسب لحظة لأبوها، والبيت فاضي إنه يطلب من سارة تشيل معاه حاجات قديمة تنزلها تحت في القبو. وأول ما نزلوا سارة استغربت الأوضة السرية دي اللي محدش يعرف عنها حاجة، وقالت له إنها وحشة جدا ومقرفة. وبعد لحظات خرج الأب وقفل عليه الباب وهي مستغربة ومش فاهمة هو بيعمل كده ليه. فضلت تنادي عليه وهي متخيلة إنه بيضايقها مش اكتر. اتحايلت عليه يفتح لها ونادت كتير على امها، بس للاسف الاوضه عازله للصوت، ما فيهاش شبابيك او فتحات غير فتحه صغيره للتهويه، وسابها منهاره وطلع فوق وكأن ما فيش حاجه حصلت. وكان قاعد هادي وامها واختها بيدوروا عليها وهي تحت بتموت من الرعب والوحده. عدى عليها اليوم الاول وفي التاني حاولت تفتح الباب، وبعد اول محاوله النور اتطفى والمروحه كمان، ده كده هيموتها. نامت على الارض من التعب، وكان بيحط الاكل من ورا الباب. وفي اليوم ده استنته يدخل وجريت لبره علشان تهرب، لكنه للاسف قفل الباب اللي بره ومسكها ضربها. قالت له بتعمل كده ليه؟ اجابته كانت قاسيه زيه، انه عمل فيها كده علشان مش بتسمع الكلام، وانه غصب عنها هتسمع الكلام، وهو لا يحدد لها مواعيد لكل حاجه حتى اكلها، ولو حاولت تفتح الباب تاني هيقطع عنها الهوا لحد ما تموت، ومهما حاولت تصوت الاوضه اصلا عازله للصوت محدش هيسمعها. وبعدها اعتدى عليها ورماها على الارض وسابها ومشي، وفضلت تفكر في كريس حبيبها وعلى احلامهم مع بعض. طلع فوق لقى امها بلغت الشرطه، وطبعا هو قال لهم انه شافها واخده شنطتها وهدومها وانها مش اول مره تحاول تهرب، وده طبعا علشان الشرطه تقتنع انها هربت. وتاني يوم الصبح جه كريس يسال عنها، والدها قابله في الجنينه وقال له انها هربت مع ستيف جارهم، وده زعله واعتقد انها خلاص مش عاوزاه تاني. وبالليل نزل لها القبو وكان واخد لها تورته عيد ميلادها لانها ما عملتش حفله عيد ميلادها ال18، والغريبه انها كانت مطيعه ليه جدا، وطلب منها تطفي الشمعه، ولما سمعت الكلام ادالها هديه وكانت فستان احمر وطلب منها تلبسه. وبعد ما نفذت اوامره قال لها تطلب بقى اللي نفسها فيه، وطلبت تلفزيون وساعه علشان تعرف الوقت، وهو وافق لانها سمعت كلامه وجاب لها ساعه بس، وكان بينزل لها الاكل بمواعيد. وفي يوم فتحت علبه التونه الحديد وعملت سكينه منها علشان تقتله، واول ما دخل هجمت عليه بس للاسف ضربها ورماها على الارض. وبعد ما كملت سنه في القبو بنشوفها حامل وجه ميعاد ولادتها، فضلت تتألم مع نفسها لحد ما جت ضحيه تاني تعيش معاها نفس الالم والعذاب او تحاول تخرجها من وحدتها، وسمتها ماري. وده بقى كانت بالنسبه لها حاجه حلوه لانها هتونسها وهتسليها، وكانت خايفه عليها منه. وفي يوم حب يختبرها وهو جايب لها كيس الاكل حط لها جواه سكينه علشان يشوف هتعمل ايه، بس هي رمتها على جنب لانها خلاص فقدت الامل، وبقى عندها بنت تخاف عليها، ولو موتته مش هيعرفوا يفتحوا الباب اللي هو عامله برقم سري، وبكده هيموتوا هما كمان. ومرت ايام وسنين وهي بتهتم ببنتها، وامها فوق بتعيط عليها ومش قادره تنساها. طلع فوق لقاهم قاعدين على العشاء، ومراته قالت له انها تجيب محقق خاص عشان يدور على بنتها، بس هو اتعصب ورفض الموضوع وقال لها ان بنتها هربت مع واحد وانه مش عاوزها. ومرت 4 سنين كمان
وسارة كانت حامل ومستنية المولود التاني، وبنتها كبرت وبقت تسألها عن أبوها وعن العالم اللي بيخرج ليه، وإنها نفسها تشوف العالم ده. وفي يوم أخيرا جاب لها التلفزيون اللي طلبته من 4 سنين. فرحوا به جدا، بس ده ما كانش في مصلحة سارة. بنتها بدأت تفهم وتسأل هو أنا ليه مش بخرج من هنا، وليه مش عندي أصحاب؟ وده خلى سارة تطلب من دون إن يخرجهم مرة واحدة، بس لكنه رفض وسابها ومشي. وعدى عليها 7 سنين وبقى معاها ولد كمان. وفي يوم بنتها كانت تعبانة وحرارتها عالية جدا، طلبت منه يوديها للدكتور، بس هو جاب لها علاج ورماه لها وقال لها انت امها اتصرفي، وسابها ومشي. وفضلت طول الليل سهرانة جنب بنتها وبتحكي لها حكايات عن الأميرة اللي أبوها حبسها، والأمير كريستوفر حبيبها. وفي يوم أختها إيمي كانت خارجة تتمشى وبالصدفة قابلت كريس اللي حكى لها عن اللي قاله لوالدها إن سارة هربت مع ستيف جارهم. بس إيمي استغربت وقالت له إن سارة مختفية ومش لاقيينها، وسارة كانت تحت البيت بتلعب مع أولادها اللي زهقوا من الوضع اللي هم فيه، وكانت حامل في الطفل الثالث. أما إيمي وأمها فكانوا بيتخانقوا معاه لأنه كذب على كريس، وفضلوا يتخانقوا، وأختها استغلت الفرصة وسرقت مفاتيح القبو ونزلت تدور عليها. وطبعا سارة جوه الغرفة السرية ولا سمع حد ولا حد سمعها. وفي الوقت ده كانت بتولد ابنها الثالث، وفجأة جه وزعق في إيمي وقال لها إنه أكيد يعني مش مخبي أختها تحت البيت. وخرجت إيمي وبعدها دخل لسارة وشافها ولدت، وقالت له إنها تسميه توماس، وطبعا مش هتقدر عليه لأنها تعبانة ولازم تهتم بأولادها الكبار وبيه هو كمان، والطفل ده هيعطلها، وإنها تبعته لأمها وتقول لها إنها مش قادرة تربيه وإنها متجوزة وعايشة بعيد. وافق على الحل ده وبعتوه لوالدتها، وكانت معاه رسالة ليها بتطمنها على بنتها، وده خلاها سعيدة جدا. لكن للأسف ما شافتش الرسالة التانية اللي سارة كانت مخبيها لها تحت الطفل، ولقاها دون ومكتوب فيها أمي أنا في القبو اتصلي بالشرطة. وده خلاه نزل القبو وضربها وسابها ومشي. وعدت الأيام لحد ما بنتها ماري بقى عندها 14 سنة، وفي اليوم ده احتفلوا واتبسطوا لحد ما دون جه، وكان جايب لها مكياج هدية وطلب منها تحط منه، وفضل يحط ايده عليها وده ضايق سارة، وخافت على بنتها منه وقالت له مالكش دعوة بيها تاني. وبعد ما مشي بنتها جالها نوبة الربو، وقالت لها انها نفسيتها تعبانة من السجن اللي هم فيه ده، ونفسها يكون عندها اصحاب وتخرج وتتفسح زي البنات، وده خلاها مش قادرة تاخد نفسها. وطبعا امها كانت لازم تتصرف وتشوف حل لمشاكلهم كلهم. وبعد 3 سنين كمان يعني كده عدى عليها 17 سنة محبوسة وحامل في طفلها الرابع. شمت ريحة غريبة، دي ريحة مطر، قامت جري لقت السقف بيقع، جابت معلقة وفضلت تكسر في السقف. وفي نفس الوقت توماس بيسأل جدته عن أمه وهل هترجع تاني ولا زي ما جده بيقول له إنها مستحيل ترجع. فضلت سارة تكسر في السقف لحد ما عملت فتحة وخرجت منها كشاف وادت إشارة علشان اللي يشوفها يحاول ينقذها. هي لسه ما فقدتش الأمل في حريتها، وفعلا في واحد شاف الإشارة دي وفهم إن في حد تحت في القبو. خبط على باب البيت وللأسف دون فتح له، والراجل قال له إن في حد تحت بيحاول يدي إشارة. قفل الباب وجري عليها، فضل يضرب فيها لحد ما الطفل اللي في بطنها مات. وتاني يوم اديتهوله جثة، بس هو ما فرقش معاه ودفنه في الجنينة. وعدت سنة كمان عليهم وأولادها خلاص بقيوا مش قادرين على العيشة دي، وفضلوا يزعقوا فيها ويقولوا لها إنها سبب في اللي هم فيه ولازم تشوف لهم حل مع أبوهم علشان يخرجوا. وهنا فقدت أعصابها وفضلت تزعق وتصرخ وكسرت كل حاجة لحد ما أغمى عليها. وبعد ما فاقت قعدت معاهم وحكت لهم كل حاجة، وإن دون ده أبوها مش جوزها وهو اللي عمل فيها كده، وده سبب لهم صدمة كبيرة وخلى ماري تدخل في نوبة ربو شديدة. وعدت سنة كمان بعدها والأيام كلها شبه بعضها وهم مش حاسين بيها. ودون اتطرد من شغله ودخل في أزمة مالية وما بقاش قادر يدفع الفواتير، وكمان جاله إنذار بالطرد من البيت، وده خلاه يحاول يقتل سارة وأولادها علشان يقلل المصاريف، ولو اتطردوا من البيت هيوديها فين هي وأولادها. جاب خرطوم وحطه في فتحة التهوية بتاعة القبو والطرف التاني في شكمان العربية، وكده يتخنقوا من الدخان لحد ما يموتوا. فجأة توماس دخل عليه ففصل العربية بسرعة ونزل فضل يتكلم معاه. توماس حضنه وقال له أنا عارف إن عندك مشاكل وهتتحل ما تقلقش. وبعد ما مشي نزل جري يشوف سارة وأولادها حصل لهم إيه، بس لقاهم كويسين فسابهم ومشي. وبعد السنة ال20 ماري كانت جات لها أزمة ربو، بس المرة دي غير كل مرة، كانت شديدة قوي وحرارتها مرتفعة ومستنية يجي يشوف لهم حل، بس هو كان مشغول في الحفلة اللي توماس عاملها، والبنت حالتها بتسوء. وأخيرا جه. سارة قالت له ماري بتموت ولازم تروح المستشفى، بس هو رفض وقال لها إنها لو خرجت هتتكلم، بس هي وعدته إنها مش هتفتح بقها أبدا، بس المهم تنقذ بنتها. وأخيرا وافق بس بشرط إن الولد ما يروحش معاهم علشان لو عملت أي حركة كده أو كده يموت الولد. وافقت سارة وشالت بنتها وقالت له يلا افتح الباب، وخرجها بشويش علشان محدش يحس بيهم. وطبعا سارة كانت متأكدة إن ده مخرجها الوحيد وإنها مش هترجع تاني. وركبوا العربية وبنشوف المشهد اللي في أول الفيلم وهي بتقول له سوق بسرعة يا بابا البنت بتموت. وطبعا سارة بنته وبنتها كمان بنته. وأول ما وصلوا المستشفى ماري حالتها كانت خطيرة جدا، والاستقبال طلبوا منها تملي استمارة البيانات، والدكتورة كانت مستغربة إن ماري ملهاش أي
أي سجل طبي قبل كده، مع إنها مريضة ربو، وشكت إن في حاجة غلط وسابته يملى الاستمارة ومشيت. سارة طلبت منه تدخل الحمام بس هو رفض. عملت نفسها بتشرب ودلقت المية على الاستمارة، وطبعا هي بتعمل كده علشان تقدر تهرب. وفعلا قام يغير الاستمارة. سارة جريت على الدكتورة وكان معاها الأمن بتاع المستشفى، وقالت لهم على اللي عمله واحتجزوه فورا. وراحت الشرطة وخرجت ابنها من القبو في عربية إسعاف لأن حالته هو كمان كانت سيئة. وبعدها خرجوا كلهم من المستشفى وعاشوا حياة سعيدة ما فيهاش دون بعد سجن استمر أكتر من 20 سنة. وجه كريس حبيبها وجايب لها الخوذة اللي كان وعدها بيها آخر مرة شافها. وسارة بتحاول تعيش حياة طبيعية برغم الجروح اللي مش ممكن تلتئم جواها. ودي نهاية روايتنا، ما تنساش تشترك عشان يوصلك كل جديد.